فيه واحد الريحه ما تقاومهاش بحال شي سلطه فروي. تحيه لكم خوتي، اليوم جيت نتكلم لكم على كيفاش نوكلوا الفريخاس ديالنا المبتدئين وكذلك اللي قدام شويه في الولاعه، اللي سبق له وكل اللي ما سبقلوش وكل، كيفاش تخلي الفرخ ديالك والبيروكي ديالك انه نقي 100%. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، ما تبخلوش علينا، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. هنا اخوتي راه كتبت لكم بالدارجه لان اغلبيه اللي كيتبعوني 90% اخوتي المغاربه. كيفاش نوكلوا صغير ببغاء بلا ما يتوسخ ليك؟ خليكم معايا اخوتي. ناخذ واحد المنديل يعني طرشون ولا درا ولا واحد شي حاجه، المهم كيف ما كانت تكون عنقيه، كنقطعوا له الراس ديالها بحال شفتوا الطريقه معايا، كنطويها على 4 ونقطعوا ليها الراس ديالو. حاولوا ما ندخلوش فيه بزاف باش ما تجيش بلاصه فين غادي يدخل الراس تجي واسعه بزاف وتوصل حتى تفوت الكتاف. حاولوا نخليوه ماكسيموم حدا العنق. هذا هو البيروكي اخوتي اللي غادي نديروا عليه تجربه. انتم تشوفوا بيبي امازون، يشوفوا البصقه ديالو اللهم بارك ممتازه. هكذا خصها تكون البصقه ديال البيروكيات الوليدات ديالكم ان شاء الله. هنا احنا خشينا المنديل في الراس حد العنق، كيبقى حد العنق كيطيح كيوقف في الكتاف. هنا نوكلو غادي نتعمد انني نوسخ البيروكي باش تشوفوا يعني كيفاش كيحمي هذا وكيخلي الفرخ ديالكم ديما نقي. انا وكنجمعوا بهذه الطريقه هذه. وها الفريخ ديالنا كنصب واحد 3 ولا 4، هادو كيديروا غير 5 دراهم.